مساء الخير عليكم متابعينا، أنا سهر العلالي وحلقتنا النهاردة في البودكاست هتهم ناس كتير جدا. سؤال بيتكرر كل سنة قبل رمضان: أنا مريض ضغط، يا ترى أقدر أصوم ولا لأ؟ الموضوع مش منع مطلق ولا سماح مطلق، الحكاية لازم نفهمها، فخليكم معانا للآخر وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. معنا دكتورة يسري الشافعي، استشارية البطنة والقلب. أهلا يا دكتورة. أهلاً بيك يا سهر، وأهلاً بكل المستمعين. يا دكتورة، كتير ناس بيسألوا هل الصيام ينزل الضغط ولا يعليه؟ هقولك، جالي مريض اسمه عم حسن، ضغطه مش منتظم، كل ما يصوم يقولي بحس بدوخة ووجع راس. الحكاية إن الجسم وهو صايم بينظم هرموناته، والأكل مش كفاية لأنه صايم. في ناس الضغط عندهم بينزل، إنما لو المريض بياخد أدوية أكتر من مرة في اليوم أو عنده مضاعفات، ساعتها الموضوع ممكن يقلب لهبوط شديد أو ارتفاع مفاجئ. طيب مين نقوله صوم وإنت مطمن؟ اللي ضغطه مستقر، الأرقام منتظمة، ومفيش مضاعفات زي قلب أو كلى، ويكون مراجع طبيبه قبل رمضان. مثلاً عندي مرضى كتير بيجولي وأنا بظبط لهم الجرعة، بياخدوا دواء طويل المفعول مرة بعد الفطار وبيصوموا عادي جداً. يعني في مرضى خطر عليهم يصوموا؟ أكيد، مريض الضغط اللي مش متحكم فيه، الأرقام عالية على طول، اللي عنده هبوط متكرر، اللي عنده جلطة حديثة أو فشل بالكلية متقدم، دول اللي نقول لهم الصيام عليكم خطر. طيب يا دكتورة، يعمل إيه المريض في وجبة السحور؟ السحور وجبة خفيفة، بيض أو زبادي زائد خضار زائد ثمرة فاكهة، بلاش مخللات أو جبنة قديمة. يشرب من 2 ل 3 كوب مية طول اليوم، ما يعملش مجهود مبالغ فيه. لو داخ أو جاله صداع شديد يفطر فوراً ويقيس الضغط. الفطار يبدأ بتمر ومية، وجبة متوازنة، بروتين، فراخ أو سمك مشوي زائد خضار زائد رز أو عيش أسمر، بلاش مقليات كتير. الأدوية، الطبيب هو اللي يظبط الجرعة، ما تاخدش قرار لوحدك. في ناس بتقول لي الصيام فادني ونزل ضغطي، ده حقيقي؟ طبعاً. مريض يفقد وزنه في رمضان لما يظبط أكله، في الغالب ضغطه يتحسن، لأن الصيام عبادة وصحة في نفس الوقت. يبقى الخلاصة، الصيام لمريض الضغط مش ممنوع مطلق ولا مسموح مطلق، القرار فردي مع الطبيب. لو ضغطك متظبط وبتتابع كويس هتقدر تصوم وتستفيد. الأهم إنك تسمع لجسمك وما تستهونش بأي أعراض. ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة مع أي مريض ضغط بيسأل عن الصيام، واشتركوا في القناة عشان تستنوا الحلقة الجاية اللي هنجاوب فيها على سؤال مهم جداً: هل مريض الضغط يقدر يعيش من غير دواء؟